السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذا رجل اشترى سيارة فاخرة ب700 ألف ريال، جيب آخر موديل نوع مرة يعني. المهم يقول رحت لأبوي، قلت أنا أبغى أول من يشوفها الوالد ويدعي لي بالبركة وكذا لعل الله يبارك لنا. يقول وقفت السيارة تحت وطلعت لأبوي فوق، تعال يا ابوي ابغاك تشوف شيء، ابغاك تشوف شيء ضروري بيعجبك، تعال تعال. يقول واخذه ونزل السياره، يوم شافها ما شاء الله تبارك الله قال يا ولدي كلفت على نفسك، الله يهديك كلفت على نفسك، والله سيارتي مكفيتني ولا في داعي للكلفه. يقول انا يعني صعقت لكني مشيتها، قلت والله تستاهل يا ابو، لا تستاهل روحي اللي في صدري، مو عاد سياره وكذا، وانت حقك علينا اكبر. قال بس ما ودي اتكلف عن نفسك. قلت لا ما ابشرك من يسر وهي كلفه. يقول سبحان الله، وطلعت اتقهوى معه وهو مبسوط، ويوري الوالده وكذا ومبسوطين ويسولفون، وانا خلاص سيارتي تو ماخذها زيرو. لكن يقول لكني عرفت انها ان شاء الله ما بيخليني. يقول والله واطلع من البيت واعود كذا بس اوخر واركب لي اوبر واروح البيت. يوم دخلت البيت قالت زوجتي سلامات فلان، وين سيارتك؟ قلت سيارتي والله الوضع كذا وكذا وكذا. قالت ابشر بالخير، والله ما يخيبك الله، ابشر بالخير، هذا ابوك اعطيته، والله ما يخليك الله. يقول زادت عززتني، انا يقول انا يعني خلاص صفطت لابوي وانتهت، ماني متحسر عليها، لكن زادت هي ما شاء الله، يعني زادت يعني ثبتتني. يقول والله 4 أيام 5 أيام حولها، طبعا هو محامي. يقول ويجيني لأول مرة شغل وعقد سويته ب10 أضعاف، 10 أضعاف، يعني ذيك 700 هذه 7 ملايين. قلت الله أكبر الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. الآية أول ما تبدأ بوالديك، أول ما تبدأ بالإحسان بوالديك، وهذا من الفقه. هذه واحدة. ثانيا نصيحة خذها ولا خلها. نصيحة من أقصر طرق الثراء من أقصر طرق الثراء التجارة مع الله سبحانه وتعالى. يعطيك بدال الريال 10، يعطيك في الريال 10. ما في تجارة تربحك يعني بهذا 10 أضعاف إلا التجارة مع الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم من حيث لا نعلم ولا نحتسب، وفوق ما نرجو ونتأمل. قولوا آمين.